في الحلقة النهاردة حد بدأ بداية غلط ودلوقتي وصل لواحد من أكبر مقدمين الخدمات في الشرق الأوسط. هو محاضر لأونست إيجي وفي نفس الوقت من التوب 50 IEs على مستوى الشرق الأوسط في مصر 2025. دكتور محمد السيد. دكتور محمد حبيبي يا عامل مستر إيه؟ سام، عامل ايه؟ صحتك كله عاملة تمام. إيه؟ مية مية كله والله. تمام؟ اخبارك ايه؟ مبسوط إن أنت معايا النهاردة. حبيبي انا كمان. بص أنا عايز أعرف الجيرني بتاعتك سريعا. أنت حد سبت كلمة دكتور ورحت للتريد. بالظبط. دي كان فيها بيزنس ودي فيها بيزنس. ايه اللي عمل الشيفت ده ودخلت ازاي؟ احكي لي كده سريعا انت بدأتها ازاي. والله بص، بالنسبة لمجال طب الأسنان، يعني مجال أنا درست وتعلمت فيه فترة طويلة، بس ما كنتش حابب إن أنا أكمل فيه يعني، وما كانش من هواياتي إن أنا أتعمق فيه أكتر. فمجال التريدينج جالي عن طريق واحد صاحبي. اتعرفت على المجال زي اي حد، خدت فتره طويله بقى هو ما صاحبك بين... اللي بيقول لك على تدخل وراه ده؟ لا، هي جت والله، جت صدفه يعني. هو اصلا ما كانش جاي دايركت يقول لي ده في مجال واحد اتنين تلاته، وما بين الكلام ظهر الموضوع يعني. اوكي. فعشان انا بحب التجربه اصلا، فدخلت بقى جربت المجال. كان الاول باينري اوبشن، ما اعرفش تعرف الباينري والله ولا انت لا؟ بدأت اوبشنز. بدات اوبشنز. ماشي. فاخدت في الاوبشنز فتره ما بين بقى خسائر ومكاسب، مش فاهم الدنيا فيها ايه. بحاول ادور على حاجه استفيد منها يعني. بعد كده حد دلني على على الفوركس. خدت فتره طويله لحد ما خلصت اول بس الكليه حوالي الباينري كسبت فيه ولا حد بيكسب في الباينري؟ تمام. انا برضه عمري ما سمعت ان الاوبشنز بتكسب، لان هو في الاصل قمار بس الناس مش بتعرف. هو قمار بحت يعني، ما فيهوش حاجه زياده عن ان هو قمار. فاهمني؟ بس في حد برضو تاني جه دلني عن التريد الفوركس. فبدات، كان ده بقى لي في الكليه حوالي سنتين او سنه ونص، خلصتهم كده وانا بحاول سيرش عن الموضوع. بعدين بعد ما خلصت الكليه خدت القرار بقى ان انا ما كملش في طب الاسنان، وان انا اخش اتعمق في التريد اكتر. فبدات بقى اتعلم ده وافهم. بسبب فلوس ولا يعني انت مسكت فلوس هو ده السبب ولا؟ لا بالعكس، كان مجال قرار طب الاسنان شخصي من 100%. المجالات الناجحه جدا وفيها فلوس ما شاء الله ده يعني. حقيقي. هو مش مجال من المجالات القليله. بس الفكره كلها ان انا لما دخلت المجال عن طريق صاحبي بصيغه غير مباشره، هو حصل له دروب في المجال، فانا ما كنتش حابب ان انا اشوفه بالصوره دي. اوكي. ف كان عندي شغف او عندي فضول ان انا اعرف ايه اللي ورا الموضوع، او انت ليه بروح لحاجه زي كده، زي مثلا اللعبه اللي منتشره بقى لها فتره وبقت ادمان، اللي هي وان اكس بت. ما اعرفش تعرفها ولا لا؟ وان اكس بت دي بلوه سودا. بالظبط. فهو الناس خدت التريد على ان هو ادمان. هو دخل نفسه في دوامه ادمان، مش عارف يخرج منها. كتير يعني. انا ممكن احكي لك بدل المشكله 100 واوريك بلاوي زرع عشان الناس بتورد عليا يعني. تمام. بس دي الفكره، فانا حبيت ان انا اخش افهم ايه ده. فالموضوع خدني بقى، طولنا انا هو لحد الان ما عارفينش نخرج. لا والله. ده انت طولت قوي كده. بقى لي حوالي هو 5 ادمان سنين بس ونص. ادمان حلو المره دي صح ولا انت شايفه ايه؟ والله بص، هو انا برضو مش واخده بفكره الادمان. انا يعني شخص مش بتريد بس، انا عندي حاجات كتير في المجال نفسه، فبقى هو البيزنس بتاعي، البيزنس موديل الخاص بيا. قول لي بقى ان البيزنس خد معاك ابعاد حلوه جدا يعني. انت ما شاء الله انا اعرف ان انت دخلت في حاجات كتير قوي في التريد. قول لي كده الخدمات اللي انت اشتغلت فيها، ايه اللي نجحنا فيه، التيرنينج بوينت كانت فين بالظبط؟ بص، انا بداتها زي اي حد موجود يعني لوكال، اللي هو بيبدا تليجرام، شانل تليجرام، قنوات عامه، قنوات خاصه، يدي توصيات. بعد كده تعمقت بقى في الموضوع، بقيت اعمل لايف تريد، كورسز بتدي لايف سيشنز؟ بدي لايف سيشنز. حجم الناس اللي كانت قد ايه؟ باخدهم نظام جروبس 15 20 شخص بس. كويس. ان احنا بنخش حاجه زي دوره كده، بنطلع منها اخر الشهر بنتيجه ايجابيه. فاهمني؟ لان انا ستايلي في الشغل مختلف. مش من الناس اللي انا بقعد اليوم كله انا بتريد واليوم كله برزع، لا. انا في ستايل معين الناس معودها عليه، ان احنا بنخش صفقتين 3 في اليوم، ان احنا لا البروفيت بتاعنا نبقى مقتنعين بيه، ان احنا نمشي باداره سليمه، لا الحاجات دي. فما مش من النوع اللي بيشتغل كتير. اوكي. فاهمني؟ طب الخدمات اللي انت اشتغلت فيها تاني غير نقطه اللايف سيشنز كانت ايه؟ الكورسات. اوكي. ندوات، خدت فترة فيها. المعارض بتاعتنا ببقى فعال فيها كتير وبروحها كتير يعني. عندنا ايه تاني؟ بس دي الحاجات المتوفرة والحاجات اللي موجودة في المجال عندنا زي الكوبي تريد، البام، الحاجات دي اشتغلت فيها فترة برضه. اشتغلت في ما شاء الله في كل حاجة في الحاجات دي. ايه اللي كان ناجح معاك قوي؟ اكتر حاجة نجحت معايا ماديا ولا اسم؟ ده وده. بص، اسم، طريقة شغل في التليجرام. تمام. هي صراحة اللي كسبتني اسم في المجال ده، وهي اللي حببتني ان انا اكمل في المجال. لما لقيت ان ناس كتير بتستفاد مني، في ناس كتير مبسوطة من اللي انا بعمله، دعاوي كتير، فحبيت ان انا اكمل. فده بالنسبة للتليجرام كان اسم الصراحة.
فلوس، ما دي حاجه ما اقدرش اقول لا مش تريد بس، لانه التريد لوحده ما يغنيش، والتريد لوحده مش مجال ان انت تبقى شغال فيه، يعني مجال ثابت او هو مجالك الاول. لا التريد عايز واحد هو ده مش مجاله، مش فارق معاه، هعرف اعمل منه فلوس. بالظبط، ما ينفعش فكره اركز فيه. استثمار صح بالظبط. بس انا بسال ايه اللي في الخدمات دي كلها فانا بقى؟ ركزت على الحاجات التانية زي الشركات، تعاقدات مع الشركات، زي الكورسات اللي انا بقدمها، زي السيجنالز الفي اي بي، زي اللايف تريد. الحاجات دي برضو فيها ماديات. انت كام شركه لغايه دلوقتي اشتغلت معاها؟ اللي موجود معاهم ولا كله؟ توتال مثلا يعني توتال حوالي 11 او 12 شركه. ما شاء الله. حلو، تعال نمسك بقى موضوع الشركات ده. بلاش. انت جوه المطبخ. لا انت جوه المطبخ. بص انا عايز اسالك ايه اللي جوه الشركات بيعمل مشاكل، لان الشركات ما بتبطلش مشاكل في الميدل ايست. كلهم بيلعبوا في كل حاجه، اذا كان افراد او اذا كان فلوس او اذا كان حسابات او اذا كان حتى الميتا نفسه والسيرفرات اللي بيشتغلوا عليها. الحته دي انا بصراحه ما بسكتش في الحته دي، انت عارف انا ما بحبش اسكت. فانا عايز اعرف منك ايه اللي جوه الشركات بيعمل مشاكل، وايه اللي الشركات، وبرضه وجه النصيحه كده ايه اللي جوه الشركات يبين حتى ان المشاكل دي مش موجوده. طيب نجيب الموضوع بشكل احلى شويه عشان ما نبقاش ان احنا ايه بنتكلم على الشركات دايركت. ماشي. بص اي بني ادم في الدنيا او اي حاجه في الدنيا تمام انت بتتعامل معاها. أوكي. هو حاسس ان انت مغفل، لا مؤاخذه يعني، او حاسس ان انت تتضرب على قفاك، بيضربك على قفاك. بيحس ازاي؟ بمعنى احنا ده كلام خده مني ثقه، واي شركه بتخش عندنا سواء الميدل ايست عامه او نختصر اكتر الوطن العربي بتاعنا الجميل ده، اي شركه بتخش هي بتخش رايحه شمال. ليه؟ المكان ده فيه فلوس، المكان ده الناس ما بتعرفش تشتغل، واخده المجال بطريقه غلط، فاحنا داخلين نعمل فلوس. سواء الناس بتكسب ولا تخسر، بس في المجمل الناس اللي بتعمل كميه ديبوزيت مش نفس الناس اللي بتعمل ويزدرو. فاهمني؟ فانت لما تيجي تقيمها في الاخر اوريدي الناس بتخسر، فخلاص انا شايف الباب ده هنا هيجيب لي فلوس اكتر، هروح الباب اليمين مش محتاج. فكل الشركات بتدخل هنا بيبوك. ليه؟ احنا سمعتنا وحشه. احنا مين؟ احنا الافراد العرب اللي بيتداولوا ولا انت اللي بالشكل العام في العرب، الافراد اللي بتتداول في العرب. انت بالك قد ايه مثلا في المجال او ماشي في طريق المجال بتاعنا سنين؟ هل شفت كام واحد منتظمين في المجال ده بيحققوا نتائج ايجابيه؟ لا تيرن اوفر رهيب، يعني ناس بتروح وناس بتيجي والاغلبيه ما بيكملش. اللي مستمرين هتعدهم على صوابع. حتى اللي ظاهرين هنا عاملين فلوس مش عاملين فلوس من التريد. واغلب اللي مستمرين هم ناس شغاله في شركات، فاوريدي هو مستفاد من حته الشركه، فدي شيء قائم مش هيقع. ليه؟ لان هو كل فلوسه تمويله منك. طب انا اتكلمت في الموضوع ده قبل كده، فكره الريتيل، ان الميدل ايست بالنسبه اصلا للبورصه بره الريتيل بالظبط، ومصر كمان تبقى الريتيل بتاعت الريتيل. نفس الجمله دي قلتها قبل كده. فالريتيل بتاع الريتيل ازاي بقى الشركات شايفه فيه فلوس، ولا هي بتتعامل كده عشان احنا ريتيل اصلا؟ بص انت عايز تخش في الشركات اصلا الفلوس دي بتحصلها ازاي يعني؟ لا مش قصدي النظره نفسها، الناس بتبص لده. ما انا قلت لك هو شايفك في المجمل انت شخص بتخسر. انا النهارده عارف ومتاكد مفيش شركه بتدخل عندنا هي واخده ريسك بنسبه 1%، لان عارفه انه الفيدباك بتاع الناس اغلبه خسائر. ما هو دي الفكره، مين بيكسب؟ ما هو في فلوس. ما هم لو عايزين، هديك مثال، انا مثلا كشركه داخل الميدل ايست عايز اكسب منها، وعارف ان الناس هنا مش بتفهم قوي، او زي ما انت بتقول خسائر وريتيل، بس انت قلت فيه فلوس، فالطبيعي ان انا السلوك بتاعي يبقى ايه؟ سلوك كويس. انا رايح في حته ان انا عايز اكسب واكمل. ليه بقى العكس؟ ما دي برضو خد بالك الى الان مش مفهوم، ملهاش رد. يعني انا ما حدش رد عليا قال لي مثلا بسبب حاجه معينه. لا مش عشان احنا مغفلين، دي كلمه عامه، لا هو عشان حاجه معينه، حاجه تكنيكال في الشركه يعني. اوريدي الحاجات الشركات لما بتيجي تنصب عليك مش هتنصب عليك في الوش كده، هي في حاجات تكنيكال، زي مثلا السليبج، زي الاكسكيوشن. الحاجات دي اصلا يعني بتعمل فلوس، بتعمل ارقام. ففي حاجات كتير اصلا بتعملها الشركات زي السليبج او الاكسكيوشن. الحاجات دي اصلا انت كمتداول عادي ما تعرفش، يعني ما تعرفش تشوفها على الشارت. التاخير انك انت لما تيجي تاخد اوردر يتاخر ثانيه واحده او اقل من ثانيه، دي بفلوس، دي بتعد ارقام. اغلب الاس بي كده. فانت تخيل بقى عد كام اوردرز بيتاخد وكام واحد بيتداول في الشركه دي وكام ايداع اتحط. فالشركه مستفاده. ده غير انه في الاول وفي الاخر 99% من الشركات الموجوده عندنا في الوطن العربي شغاله بنظام البي بوك. ونظام البي بوك يفرق ايه عن الاي بوك؟ عشان الناس دي برضو فاهمه النقطه دي غلط. البي بوك والاي بوك هما نظامين عاديين بالنسبه لنا، الاثنين واحد انا وانت. بس انا لما جيت اشغل الناس شغلتهم على مسؤوليتي انا، يعني اللي هيكسبوه انا هدفعه واللي هيخسروه انا هاخده. انت رحت وصلتهم دايركت بالشاشه الرئيسيه او البنك او ايا كان منكم ليه، انا ماليش غير عمولتي.
دي لعبه ديلينج. ده الاي بوك بالظبط، وده البي بوك. ده الفرق. لكن هو ما يقدرش يخسرك، ما يقدرش يجيب لك اسعار وهميه جديده، ما يقدرش يوديك في داهيه الا لو كان في عنده زي ما قلت لك انزلاقات، حاجات شركات اللي بتحصل في الشركات. الانزلاقات انت مثلا قلت السلابج والاكسكيوشن، اشرح لنا الحته دي، ايه اللي في السلابج وايه اللي في انت النهارده مثلا داخل اعمل باي في الذهب. حلو. لو عملت باي سمع في نفس اللحظه اللي انا عملت فيها الاوردر، سمع بعدها بثانيه، سمع بعدها بثانيتين، كل ده بيفرق. كل ده في سبريد، فيه اتاخد اتسحب من غير ما تحس بيه. غير الليفرج اللي بيبقى فيها تلاعبات والمرجان، حاجات كتير. تمام. انت لو دخلت تكنيكال حاجات كتير هتخش هتلاقيها جوه فيها مشاكل، بس المشاهد او اللي بيتداول اصلا لا يفهم ايه ده ولا يعرف ايه ده ولا يعرف ايه ديلينج روم ولا يعرف يعني ايه بروكر. هو دخل واحد قال له السلام عليكم. وعليكم السلام، تعالى هنبقى معانا مليارات النهارده. أيوة. ازاي ما مالكش فيها؟ نقعد على التليفون انا وانت نعملها. كان كله عملها. بس مش منطقي ان الاس تي بي، اغلب الشركات بتشتغل اس تي بي، او اغلب الكلاينتس بيدخلوا يشتغلوا اس تي بي بسبب ان الاكونت نفسه بيبقى كلاسيك مش اي سي ان. صح. عشان الاي سي ان ليه شروطه بالظبط. الاس تي بي طبيعي ان يبقى فيه سلابج، صح ولا لا؟ مش بشرط، على حسب الشركه والله. على حسب الشركه وعلى حسب السليبج اللي في الشركه قد ايه. انت شايف المنطقي كام؟ هو المفروض من غير سليبج اصلا. المفروض بياخد الشاشه دي من كذا ليكويديتي بروفايدر. صح يا باشا ماشي. يا سليبج يبقى يعني في المعقول من. ما هو في اسماء كبيره ما بتخلوش من السليبج، بس هي بيتقال ان هي ما بتعملش مشاكل. هو بص، كل واحد المشكله عندنا احنا ان كل واحد بيلبسها للتاني. يعني انت لو حصل مشكله فاهم، يروح تخش على بروكر يشوفك انت مثلا قلبك جامد، يقول لك ايه الليكويديتي. طب الليكويديتي ده حصل انا منين؟ انت اللي متعاقد معاه مش انا. 300 مليون دولار يا حد باشا، لك شاطر. احلى ليكويديتي. واحد محترم يقول لك انا ماركت ميكر يابا، انت مالكش فيه، هي اسعاري دي، عاجبك مش عاجبك. فالسوق ماشي كل واحد بمزاجه، بس مين المتضرر في الاخر؟ الكلاينت. ليه؟ لان هو انا اسف غبي. هو عايز يخسر، سيبه يخسر بقى، تعمل له. هو عايز يخسر بمعنى، خلينا نوضح. يعني هو عايز يخسر دي اكيد مش بتبقى نيته الخساره، زي ما انت قلت عايز يركب الفيراري بكره. هل هي النيه دي، ولا فكره ان هو اصلا داخل على عماه، او هو محتاج يفهم ايه عشان طيب. مثلا يفهم الحته دي. بس خد بالك انت بتتكلم في مطبخ، يعني احنا بنتكلم في ان 99% من الناس اصلا ما بتعرفش عنه حاجه. بالظبط قصدي بالظبط. بص، ربنا عرفه بيه بالعقل. جميل. انا النهارده داخل اي مجال، ايا كان المجال راح اشتغل فيه. حلو. هل يعقل ان انا انجح فيه او ان انا اعرف اطلع منه نتائج وانا ما فهمش فيه حاجه؟ لا طبعا. هو القمار ليه حرام؟ عشان انت مش فاهم حاجه، عشان انت بتلعب لعبه حظ، يا صابت يا خابت، وحاجه انت اصلا ما بذلتش فيها اي مجهود. انت النهارده داخل مجال التريد، طب تعرف حاجه عنه؟ في زي مثلا في المجال ده بدأ ازاي وانتهى ازاي؟ هو الناس كلها فاكره ان مجال التريد هو مجال سهل بسيط، انا هخش عند اي واحد بيفهم او ما بيفهمش الله اعلم، خدت لي كورس ملوش اي 30 لازمه ودخلت اتعلمت لي كلمتين على الشارت وحسيت انه التحليل الفني ده هو الدنيا والاخره، وحطيت لي $100 بكره هنبقى 70 ايلون ماسك في العالم. مستحيل. طب اقف دقيقه بس، راجع عقلك اللي ربنا خلقه لك اللي انت تفكر بيه. مين عمل كده قبلك بسنه ب10 ب20؟ مين عمل كده؟ انت بقى النبغه اللي هتطلع بقى الرسول اللي هيفرتك كده؟ اكيد لا. الناس ما بتفهمش، الناس الطمع عميها، وطول ما الطماع موجود. مش عايزين نعمم من 99%، بس في اكيد ناس بتدخلها تعليم مش كتير والله. تعالى ننصح بقى ازاي نبقى ال1%. يعني ال1% حاول ان انت تفهم، حاول ان انت تفهم، حاول انت تدور. وحتى في دي هو مظلوم، ما هو هنا هيلاقي اكاديميات تسويق شبكي نصابين. انت لو بتتكلم على مصر ماشي، انا معاك في الحته دي. لا بقى انا بتكلم على الوطن العربي عموما. الوطن العربي عموما، انا قعدت مع ناس كتير وتعاملت مع ناس كتير من اغلب دول الوطن العربي. بص، انا عندي مبدأ في الحياه، انت لو شخص حابب تفهم هتفهم. انت من اول كلامك قلت لي ان انت دكتور اسنان، ايه ودك هنا؟ تخيل بقى انا رحت تعمقت لحد هنا ليه؟ عايز افهم، عايز اعرف اللعبه فين، ايه اللي داير، المجال ده اساسه ايه، بدايته ايه، انا بكسب منه ازاي، هل حرام ولا حلال، حياتي اللي هكملها فيه وسنين اللي هضيعها فيه دي على الفاضي ولا ايه الدنيا؟ ما هي مش هبقى منصوره كده، صح؟ لكن احنا كلها واخدينها بسهوله، فخلاص انت عايز حاجه بسهوله عمرها ما تجيلك. طب هو لو راح دلوقتي، تعالى نتكلم عن حته الجرام مثلا. هو راح لحته، يعني انا همشي على كلامك، هو عايز يدور، انا اعتبرني انا كلاينت اهو جاي عايز ادور، عايز افهم معلومه، فرحت مثلا لبتوع التليجرام. حته التليجرام دي اللي انت ناجح فيها نصابين كتير جدا، فيها مشاكل كتير جدا. تعالى ناخدهم ستيب باي ستيب. يلا. التليجرام، انت التليجرام النهارده مجبر ان انت تشوف قناتي تفتحها تلاقي توصيه تاخدها؟ اكيد لا. حلو. هتست الاول طبعا. بالظبط. 99% من الناس ما فيش حاجه اسمها تست،
ولا في حاجه اسمها بص. عايز ياخدها يرزعها خلاص. لقيت واحد منزل توصيه ان شاء الله بقى لها ساعتين، انا ما اعرفش، ما بصيتش على التاريخ. دخلت خدت من اي مكان اوردر وخسرت معايا. اخش اسيب ولعن في الشخص ده وما بيفهمش، واللي بعده اللي بعد. انت كل يوم عندي واحد، كل يوم عندي 10. ده حقيقي. واحد كسبت واحد خسرت، انت في المجمل ايه؟ انت مش عارف. روح عندي واحد او اتنين اسمهم معروف، في ناس اسمها معروفه في التليجرام، شغلهم انت انت راجل بتفهم. المهم لازم تكون بتفهم الاول عشان تعرف ايه ده وهل هو ماشي صح ولا غلط. انت عمال تقول بتفهم ما هعمل لك ايه؟ ما هو الفكره كلها انا بكلمك في منطق والله. انت بتكلمني انا دلوقتي، احنا سوقنا محصور ما بين كلاينت مظلومين وبروكرات ماشيه يمين وبروكرات ماشيه شمال وشويه نصابين. هو ده المجال ولا مش هو؟ صح. خلينا انت دغري فهمني. هو ده المجال ولا في حاجه زياده؟ لا مش فاهم. مفيش حاجه. هو ده المجال. تعال نمسكهم واحد واحد. الكلاينت هو ليه مظلوم؟ عشان هو مش فاهم ولا حابب يفهم. فده لازم تفهمه. طيب هتفهمه ازاي؟ انت النهارده التليجرام، خش يا باشا على التليجرام، شوف التشانل 2 3 واقعد اختبرهم. اقعد معاه اسبوع 2، شوف عدد توصياته كام في اليوم، بيخش بدون تاكيد ولا بتاكيد، متسرع ولا مش متسرع، اوقاته مناسبه ولا لا. هشوف الدنيا معاه اسبوع 2 نتيجته ايه، ايجابيه ولا سلبيه، وبعدين اقرر اشتغل معاه. ما انا تعمق في الحته دي بقى عشان ايه؟ في ناس ما بتديش التوصيات التمام غير في الفي اي بي مثلا، يقول لك لازم تدخل في اي بي. اشوف غيره. اللي بيعمل فلوس محتاج فلوس. بص النقطه دي طويله قوي نعمل فيها حلقه. يعني انا معاك وحقك المشروع ان انت تعمل فلوس من التريد وتدي سيرفيس. اللي بيعمل فلوس محتاج فلوس. ما بيختلف من طمع ورايح فين، مع الاولام لان عامله عين من ادم الا التراب. فممكن مجال التداول الناس الفكره اللي متاخده عنه ان انا النهارده اقدر اخش اعمل في اليوم اي فلوس انا عايزها. صح، سهله، ماشي. اللي يخليني اعمل دولار اعمل 100 اعمل مليون. صح، الموضوع سهل مش صعب. فانا لو تريدر شاطر وقت الشغلي والله حتى لو بقدم سيرفيس هتلاقيني مهتم بيها بنسبه 20%. ليه؟ بتجيب لي مصاريفي القائمين عليها مش اكتر. ماشي، ما عنديش حاجه تانية. لكن انا تريدر شاطر مش محتاج حاجه تانية. والله ما محتاج. يعني انت قصدك ان الحته دي المفروض تبقى خدميه اصلا غير ربحيه اصلا. هو ليه اصلا انا لما باجي اتكلم التريد وبنكسب منه ملايين طب ما انت ما تروح تعمل ده. محتاج في ايه؟ ان انت تقدم سيجنالز، محتاج في ايه؟ ان انت تدي كورسات، محتاج في ايه؟ تعمل اكاديميات وخبير ووزير وطيار وحاجات غريبه. اقسم بالله المجال ودوه في حته ثالثه، يعني مش حته تانية، حته ثالثه. هم راحوا بيه في اتجاه غلط. فاهمني؟ زي مجالات كتير هي بتخش عندنا الوطن العربي ما شاء الله بتبقى حاجه ثالثه. طب خلينا نمسك التليجرام تاني. قول لي ايه جوه التليجرام بيبين ايه اللي غلط وايه اللي صح؟ اخش بالنسبه انت للتوصيات. انت بتقول تيست اسبوعين. التيست يا باشا، تيست ازاي؟ في ناس بتلعب في الريزلتس برضو، يعني الحته دي يا باشا بص انت ادرى فيها. في حاجات. بص اقول لك على حاجه. ادخل قناتي انا مثلا، قناه الدكتور، ما تتفرجش عليها كل يوم. تعالى نهايه اسبوع زي الاسبوع اللي احنا نهيناه ده، خش هات من اول يوم التوصيات دي نزلت الساعه كام، يعني الاوردر ده ان انا باي ولا سيل كذا نزل الساعه كام، وروح هات الشرط بتاعه بالدقيقه، شوفها كان في نفس المكان ولا لا. المكان يختلف، ممكن واحد ينزل لك توصيه هي جابت الهدف او الستوب بتاعها او باقي لها نقطه، واحد بتاع شموع بيجري ورا اي شمعه وخلاص عدد وتك تك تك وخلاص، مش فاهم حاجه. فاهمني؟ والناس بتحب ده، خلي بالك، وبتزيد مع ده زي ناس كتير، يعني احنا مش عايزين نقول اسماء. فاهمني؟ بص على الوقت، هل في نفس التوقيت ولا لا، هل يفرق عدد نقاط ولا لا. ده رقم واحد. رقم 2 بص على المنطقه. لو انت عشان كده بقول لك لازم تبقى فاهم شويه على الاقل كلاسيك، حاجات بسيطه. المنطقه اللي هو خد منها هو منطقه تتاخد منها صح ولا لا، شراء صح ولا غلط، استوبات واهدافه الدنيا منطقيه ولا لا، الاستوب بتاعه قد الهدف ولا اكبر من الهدف ولا الهدف اكبر ولا النسبه ما بينهم. الحاجات دي تابعها مره في 2 في 3 هتفهم. هتعرف انه ده نوعا ما ماشي كويس ولا النتائج منطقيه ولا. يعني في واحد يقول لك ايه، انا ضربت 100 توصيه في اليوم. ايه 100 توصيه في اليوم دي يا نهار اسود يا باشا؟ التريد مجال استثماري لللونج تيرم، يعني ايه 100 توصيه في اليوم؟ يعني يعني ايه خبط، يعني ايه سكالبنج يعني؟ تعالى قول لي. طيب لا سكالبنج ليه يعني والسوينجات ليهم يعني انا الريسك يعني ايه ده؟ انت جاي بتقول حاجه للناس وكل يوم تطلع تعلم حاجه والنهارده بتعمل عكسه. اقول لك على حاجه، قول لي. الناس عايزه تفهم. تعالى النهارده انا واحد بقدم خدمات، اوكي، قول لي حاجه واحده بس. تعالى نقعد لايف سيشن نتريد مع بعض. انت مش راجل جامد بتقدم خدمات، انت راجل فاتح بتدي خدمات ايا كان على اي منصه، وتطلع بتقول انا محلل وانا خبير وانا
يعني انت راجل بتفهم في الشارع، تعرف طالع منه فلوس صح بالعربي. تعال يا باشا في سيشن مع بعض، تعال نتريد بحسابين لايف، بحسابين ريل. يلا بينا. كام واحد يعملها؟ واحد. كام واحد عنده الجرأة؟ 10%. والله ولا 5%. هنا مستحيل. ليه؟ لانه 99% من اصحاب القنوات ما يعرفش يعني حساب ريل. هو ربحيته على المغفل اللي بيتفرج، اللي بيشترك او بيحط خلاي. فعرفت بقى الكلاينت مستنزف في ايه؟ ما بين شويه في التليجرام لم اشتراكاته ومش عارف ايه، وما بين شركات تك 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 خلاص، وده بيودي لده. يعني هو في الاول في الاخر اللي بيدله على ده اللي هو بتاع القناه او بتاع التليجرام. عشان ايه؟ عشان خاطر سبوبه كام بكام. صح. انت شايف البدايه ما ينفعش تبقى من التليجرام ولا ينفع تبقى من التليجرام؟ البدايه لا ما ينفعش تبقى من التليجرام. هو انا لو عايز ابدا من التليجرام انا محتاج من التليجرام. انا محترم قوي ان انت بتقول كده، وانت اصلا يعني ناجح في التليجرام كمان. يعني انت الحمد لله وليه اسمي. بس انا النهارده انا عايزك تبدا بطريقه عكس اللي كل الناس بتروحها. انا قعدت فتره مثلا بطلع لايفات تيك توك وغيره، بناشد الناس اتعلموا افهموا. ما ربنا مش هيدي حد حاجه بالساهل. وكان ما كانش حد غلب، يعني ما كانش حد تعب، ما كانش حد دور، ما كانش حد اشتغل، ما كانش حد سعى. انت مستنيها تجيلك. فانت النهارده داخل التليجرام ليه؟ عشان عايز توصيات. معنى ان انت عايز توصيات ايه؟ ان انت ما بتعرفش تتريد، ما بتعرفش تحلل، ما تفهمش يعني ايه تداول، هتنجح فيه. والله اللي بيديك التوصيه لو هو ناجح في التوصيه اقسم بالله ما كان اداها لك. هي دي المشكله بقى اللي انا بقول لك فيها. يعرف منين؟ يعني انت بتقول لي يتست الريزلت ويتست الشغل ده. اغلب الناس دلوقتي شغاله على الذهب. ممكن الذهب ده خطر جدا مثلا على حد لسه بادئ. دي حاجه تانية الناس مش فاهماها، انه تريد يعني ذهب. في 200 عمله بدل كان الذهب. في حاجات تانية امنه تقدر تشتغل عليها تحقق منها نتائج جباره غير الذهب. زي ايه؟ البيرز وايه يعني انت عندك العملات، عملات تحركاتها خفيفه، تقدر تشتغل فيها براس مال صغير بسيط ومش معرض لمخاطره الذهب. فاهم ليه كله طاير على الذهب؟ عشان ربحه سريع. لا عشان هو في سيوله اسرع، في خساره اسرع، عنيفه. فيلا بينا. ليفرج الناس ليه بتدور عليه؟ رفع الماليه. برغم ان هي اصلا لو جينا نتكلم على الاسلام هي محرمه اصلا. الليفرج بالنسبه لك مشكله كبيره للمتداولين عموما ولا لحد اللي بيبدا؟ اقول لك على حاجه. انت روح شركه ايا كانت الشركه، اي بوك بي بوك سري بوك ايا كان والله بجد، وقول له انا معايا عاملين، واحد هيودع $5000 وواحد هيودع $1,000,000 او $500,000. حلو. ده هتدي له رفعه كام وده هتدي له رفعه كام؟ هيديهم رفعه واحده؟ بالاغلب لا، او حتى هيلعب معاه من جوه مش هو هيديهم رفعه واحده؟ مستحيل. ابو 5 يقول لك ادي له رفعه 2000 3 1000 ايا كان. يعني اللي مش ماشي في الشركات اغلب ال1000 فهدي له اعلى رفعه. بتاع ال 500,000 ده لو اداك واحد ل 200 واحد ل 500 يبقى راجل محترم. ده لو اداك ليه؟ ده يدخله في ريسك اكبر عشان هو شغال بي بوك. انت عارف ابو 5 مليون ابو 500,000 لو مفتوح له رفعه 2000 ولا 3 هيضرب كام لوت؟ بره ان في حاجه تاني، ان اللي هو بيحط على لايسنس بسيرفر ايه ده موضوع تاني خالص. ده القصه ان هو اصلا في، ولو حطوا بيه حتى ما لو حطوا بيه هيحطوا عليه على موريشيس على سيشل بالظبط، وما فيش ال بي هيديله رفعات دي. هيخاف من الرقم، هيخاف يقول لك مين اللي هيدي الرقم ده. يبقى طيب الامان فين؟ الامان في المبلغ الكبير ولا المبلغ الصغير؟ الامان في انت بتقول ان ما يبقاش فيه رفعه صح؟ سيبك من الرفعه، الامان في المبلغ الكبير ولا المبلغ الصغير؟ اكيد الامان في الصغير. لا كامان في الشغل انك تشتغل في البيزنس لا اكيد الفلوس اكتر هي اللي بتسيفك في السوق اكتر. حلو تعادك اكتر. طب هل مين فيهم اللي محتاج رفعه اقل عشان يمشي هادي؟ اللي معاه فلوس كتير طبعا. طيب بالظبط. وفي نفس الوقت الشركه خايفه من ده، فخايفه من ده مديله رفعه اقل. بس عشان ابو 5 مش خايف منه كده هيمرجنهم، يديله رفعه اللي عايز اخليه يخبط اخر اليوم اخر الاسبوع خسرهم في الاخر. فطلع من غيرهم. راحوا في جيب مين؟ البروكر اكيد. بس كل سنه وانت طيب. ما حدش بيعرف عشان هي في الاخر بتروح على السوق. عندنا موظفين بنصرف عليها، وعندنا مؤتمرات وفعاليات، وعندنا بلاوي زرقاء. هم شايفينها بس انا هرجع اقول لك المغفل الكلاينت مش حد تاني. خد بالك الكلاينت برضو انت ماسك الكلاينت جلد وسلخ، بس هو الكلاينت يستاهل والله. والله يستاهل. كلاينت غلبان ما عندوش حد يدله. قلت لي اتكلم بصراحه صح؟ اكيد. طيب انا بقالي سنين بناشد بالكلام ده، حتى على الاقل في المجموعه اللي معايا كام واحد بيسمعوا؟ 1% 2 3. انا لما اخش افتح لايف اقول يا جدعان انا هفتح لايف، هننزل سيجنال، تعالى هندي توصيات، نقعد نعمل لايف تريد مجانا 500 600 1000 ايا كان بقى، تلاقي في عدد داخل وتفاعل ومبسوطين وايه كلام للصبح. طب تعالى اديكم كلمتين مفيدين،
والله ما بيدخلوا 30 40. م- هو مش عايز يسمع حاجه مفيده، هو عايز فلوس. فهمتك. بص انت موضوع اللي محتاج يفهم ده محتاج نوعيه شويه، يعني نقول ايه اللي ممكن نوجهه ليه او يفهمه عشان يعرف ياخد الجيرني دي صح. بص بالنسبه للكلاينت، هو واحد دخل م- يا سمع عن مجال التداول من شخص م- قريب ايا كان، يا شافه عن طريق الميديا في أوكي. فيديو او في اعلان. تمام. دول الطريقين اللي هو ممكن يشوف بيهم التداول، مفيش طريق تالت. يا ميديا حد قال له عليه، مش هيشوف حاجه تانية دلوقتي، مفيش تلفزيون بيعرض الحاجات دي. م- فهو اول طريق هيسلكها ممكن طريقه تليجرام. انا زي ما قلت لك في التليجرام، قبل ما يفكر يخش باب التليجرام يخش على اليوتيوب يكتب يعني ايه تداول، يعني ايه فوركس، يعني ايه عملات، يفهم شويه عن المجال رايح فين والموضوع مش صعب. يعني انك انت تفهم والله ما صعب، سهله جدا. وانك انت تتعلم يعني سهل جدا برضو، وبقى متوفر كتير ومجانا. فالموضوع مش صعب عليكم، مساله وقت. خش افهم ايه المجال. هتروح دايره التليجرام، يبقى انت كده عارف ان انت بتدور على واحد انا عايز اخد منه توصيات جاهزه، او عايز اخد منه شغل جاهز، مش عايز اتعلم بس ابقى فاهم اساسيات. اعمل زي ما قلت لك، دور في كل القنوات، اقعد يوم 2 3 10 اسبوع كانك بتدور على شغل. دور على حد كويس، لانه ده اللي هيستمر معاك، ده اللي في ايده ان هو يكسبك او يخسرك، يطلعك بنتيجه ايجابيه او سلبيه من المجال. اتعب في الحته دي شويه ودور لحد ما تلاقي حد كويس. وهتلاقي ناس كتير كويسه في التليجرام، في ناس كتير كويسه انا اعرفها في التليجرام. هتلاقي شغل كويس وكمل. لو هتسلك الباب ده، طيب اسلك باب العلم. لا، باب العلم في مجال التداول مفتوح، وانت عارف ده كويس. كتحليل اساسي او تحليل اقتصادي او ايا كان نفسيا، والحاجات دي كلها في بحر، وانت ماشي في الطريق اتعلم طالما انت خدت باب العلم واشتغل. دي سكه التليجرام ودي سكه الميديا، انك انت تدور وتتعلم. سكه البروكرات مثلا، انت عايز تعرف البروكرات، اول حاجه ممكن شخص يدلك كوكيل زي بتوع التليجرام. بص اسال على البروكر، دور عليه مثلا، شوف افتح الموقع بتاعه، شوف اكونتاته عامله ازاي، شوف الرفعه الماليه عنده كام، شوف السبريد عنده كام. حاجه الرفعه الماليه الماكس بالنسبه لك كام؟ 500؟ انا على حسب الراس مالي. في ناس بص دايما انا ما بفضلش رفعه الماليه، يعني انا ما بشتغلش برفعه ماليه كبيره، او ممكن يعني ما بستخدمهاش. يعني انا لو حسبت الاوردرز اللي انا بخش بيها براس المال اللي انا بشتغل بيه، يبقى ساعات ما يعني يعتبر مش شغال بيها. فيفضل ان انت تقللها على قد ما تقدر، لو مش هتقدر توقفها خالص. ليه؟ لان انت كل ما تعلي الرفعه الماليه ده معناه ايه؟ ان انت بتخش بحجم عقد اكبر من اللي فلوسك تسمح لك بيه. بيضاعف لك فلوسك او بيضربها لك. هي عمليه حسابيه وهميه موجوده في البروكر، ما بتغيرش اي حاجه من راس المال، بس الفكره بيخليك تدخل عقود اكتر. يعني انت مثلا النهارده معاك $1000 تدخلك او تخليك تشتري أنصة ذهب، هو يسمح لك ان انت تشتري 10. طيب هل ده مكسب ولا ريسك ولا مش ريسك؟ ريسك طبعا. ريسك ليه؟ الناس ممكن تفهم عكس، ان انت انا اشتريت 10 فهيطلعوا او هيكسبوا، فانا كده ايه بكسب. لا، ما انت ممكن ال10 دول انت حصلت كلها $1000 واشتري، خلاك اشتريت ال10، فبالنسبه له انت شاري $10,000. لو نزلوا 1000 انت خسرت 1000 ومع السلامه، انت طلعت بره السوق. هو مش هيستنى يخسرك ال10 او يخسرك فلوسهم كلهم. فاهمني؟ في الحالتين هي ريسك، اوكي، مخاطره. فدايما تشتغل باقل من يعني اقل رفعه ممكنه. ده بالنسبه للرفعه. الحاجه الثانيه السبريد. في شركات السبريد ده انا ما بزعلش منه، لان انا شخص داخل اخد من السوق عدد نقاط معين. يعني مثلا انا مش داخل اخبط نقطه نقطتين، ما ده ما ينفعش. انا اقل حاجه مثلا باخد لي في الصفقه 60 ل 80 نقطه ل 100 نقطه. فانا لما ابقى شغال بسبريد نقطه ولا نقطتين ولا حتى 3، انا ما بزعلش ومش هيضايقني في حاجه. الفكره كلها في الشركات اللي السبريد بتاعها ما شاء الله بيرقص. قصدك على المركب والهيدن سبريد والحاجات دي؟ بالظبط، تمام، بيرقص. انت بص على السبريد يا باشا، بص اطلع بره كده، بدل ما انت متابع الاوردر وخايف السوق يعكس عليك وفتح الربح والخساره، اطلع افتح بره اول شاشه، هات السبريد، شوفه وصل كام، بيتحرك لا، مع الاخبار ايه ظروفه، الرفعه بتغير معاك ولا لا، الاوردر ايه اللي بيحصل. هتلاقي بلاوي بتحصل في الشركات، هتلاقي مشاكل كتير تكنيكال بتحصل في الشركات، الناس مش فاهمه ايه ده. بس خد بالك في نقطه كده، ان الشرط المثالي شرط وهمي. يعني الشرط المثالي ما فيش شركه خاليه من العيوب، بالظبط، وان يبقى فيها ثغره. بس ثغره هو مش عارفها، فانت لما عرفتها له حلها. ده تفرق عن واحد هو اوريدي اصلا حاطط لك ثغرات دي. صح؟ يعني النهارده مثلا كان معايا مشكله مثلا مع شركه اكس. الشركه اكس ده كان عندها، يعني شركه اكس فعلا، شركه اكس اسمها كبير،
حصل عندها مشكله مع عميل، اتخانقنا مع بعض وحصل ما بيننا مشاكل وود وجيب وشد لما اتضح الموضوع في الاخر تمام وفهمت الدنيا، عرفت انه المشكله مش من البروكر نفسه، المشكله من ال بي تمام، والعميل لقى ثغره فاستغلها فورط كله في بعضه. لا وضح، لا ما تدينيش مثال كده. انا النهارده كان عندي عميل في احد الشركات ماشي، دخل عمل ديبوزيت $40 تمام، 20 و20 في 2 اكونت في نفس الحساب. دخل على سهم شركه امريكيه اسمه تراي باين، ما اعرفش والله ما فاكر. السهم ده ال بي مش حاطط له تسعيره، يعني سايبه لانه محدش بيشتغل عليه، فالشموع فيه ماشيه بشكل عرضي، شمعة 5 دقايق طالعه، شمعة 5 دقايق نازله كده، لا والله بشكل عرضي. فالراجل محترم شاف السوق ماشي بالطريقه دي، والله حلو، فايه قال لك ده ثغره، فواخد الشمعة من فوق واخد الشمعة من تحت. $40 في كل حساب 20 تحوله كام؟ $50,000، 26 و25 او 26 و24 حاجه كده. لا والله حلو. جه يسحب ما عرفش يسحب واتسحبت منه الفلوس. ليه؟ لان هو اصلا اوريدي هو دخل عمل تلاعب. طيب المشكله فين؟ الشركه غلطانه، غلطانه. طيب المشكله الاساسيه فين؟ عند ال بي. مين اللي وقع الشركه في المشكله؟ انت قصدك مزود السيوله، ال بي. فالشركه ما رجعتش حاجه زي دي، فعندها ثغره. فلما عميل اشتكى وحصلت مشكله وتاتش ما بيننا تمام، ارادوا الامور طلعت كويسه والاطراف اتراضت، بس هو راح حل المشكله، عرف انه العمله دي او السهم ده او الزوج ده حد اتداول عليه، فخلاص رجع سعره الطبيعي، خليه شغال. لا قول لي اتحلت ازاي؟ يعني خد فلوس ولا الدنيا؟ لا هو الصراحه ما خدش فلوس لانه ما يحقلوش انه ياخد فلوس، بس هم رادوا ما فهموه، يعني فهموه ايه اللي ضر. اكيد مش هياخد فلوس فاهمني؟ بس في الاول وفي الاخر مش حاجه بياخده بس. بص انا لو هطلع فلوس او فلوس عندي في شركه فيها مشكله مش عارف اطلعها، بس الفلوس دي تحق لي، مش هتكلم وبص هعمل غلط. تمام. واقول لك على شركات كتير، يعني انت لو عايز تتكلم في شركات هي اسمها مكتوب اسم كده بالنص نصابين، هقول لك عادي ما عنديش مشكله. بس في شركات لا هو عنده ثغره، فانا بكلمك في الشركات اللي عندها ثغره بس هو ما يعرفهاش، بس لما عرفها حلها، غير اللي حاطط لك بقى ثغرات بقى عشان انت تقع. يعني في شركات تحت السلم فعلا، تحت السلم ما ينفعش ان انت تشتغل فيها. ما اعرفش ازاي الناس شغاله فيها. بتعمل ايه الشركات دي؟ بص، تاخير في الاكسكيوشن تمام، تلاقي اسعار مختلفه، تلاقي فجوات سعريه ما تعرفش جايه منين، تلاقي سبريد ورفع عمليه بيرقصوا رقص يا باشا كانك في ايه، والله العظيم بجد. تمام. تشوف اوردرات بتتقفل، اوردرات بتفتح، بتشوف في التكنيكال بلاوي زرقاء، تريجرات شغاله، بلاوي زرقاء. ديلر يا باشا رافع هو ديلر هو اسمه ديلر، اسم على مسمى ديلينج روم. الديلر بقى اللي جوه رافع ربع وشغال بقى نتيش في اليمين والشمال. الناس دي بص خلينا منطقيين، الناس دي جت فتحت شركات وعامله فروع وبتسفرنا وبتودي، انا بقول لك اهو بتسفرنا وبتودينا وبتصرف على موظفينا وبتصرف علينا وبتعمل ده كله، بيدفعوا من جيبهم؟ حد بيدفع حاجه من جيبه؟ اكيد لا، من فلوس الناس. فلوس الناس اللي هو واخدها بطريقه شرعيه رسميه قانونيه، محدش ليه حاجه على قفا الناس، والناس عارفه ده كويس. فهلف وارجع اقول لك ايه، الناس الخطأ يعالج من اساسه. انا دكتور اسنان، علموني في كليتي ان ما ينفعش ان انا ادي كل شويه مسكنات للمرض او للالم. انا كده بسكنه. يعني ايه بسكنه؟ يعني ساعه ساعتين 3، بس في الاخر هيلف بعد ما المسكن يخلص مفعوله يرجع تاني، صح؟ انا اشيل الالم من جدره عشان ينتهي خلاص. فاحنا محتاجين ده، محتاج ان المنظومه دي تنضف، ايا كان بقى عن طريق اسامه، عن طريق محمد، عن طريق ايا كان شركه ايه مين، المهم تنضف. يا اما ما حدش يشتغل. ليه ما حدش يشتغل؟ يا باشا انت داخل تخسر. انت واحد داخل والله ما تتكلم على العامل النفسي ولا العامل المادي؟ على كل حاجه. بص العامل النفسي ده ملوش حدش ليه حكم فيه غير البني ادم نفسه، عشان هو نفسيته رايحه في ده وما بيعرفش يشتغل. بس لو جينا نتكلم على العامل النفسي، فهرجع اقول لك ان الانسان محتاج قبل ما يقبل على مجال زي ده يسال نفسه سؤال، يقف قدام مرايه، قدام مرايه بكلم نفسي، هل انا اصلح لمجال التداول ولا لا؟ ما هو مجال التداول مش هو الوحيد في الدنيا، ربنا ما خلقش غيره. مثلا كلنا الناس مش هتجيب فلوس غير منه، صح؟ في ملايين المجالات. انا ربنا وفقني في النقطه دي، انت ممكن ربنا ما يوفقكش في النقطه دي ويديك غيرها، صح؟ فما تثبتش فيها. بس المشكله ان المجال اتاخد بيزنس وبقى ترند، يلا
الدكتور جاي، المهندس جاي، الطيار جاي، اللي فاشل جاي، اللي ليه شغلانه، اللي ملوش شغلانه. وصلنا لمرحله ان بتوع الخدمات اصلا، واللي بيقدموا خدمات، واللي بيحللوا، واللي بيدوا كورسات، بقت في عيال بتعمل ده. حتى دي دخلوا عليها. انا اقسم بالله بقيت افتح التيك توك مثلا، الاقي واحد عنده 17 سنه فاتح لايف، ولو محتاجين اي استفسار عن التداول ابعتوا لي. انت تعرف ايه عن التداول؟ يعني انت ايه اللي تعرفه بجد؟ ايه اللي تعرفه؟ انت مين؟ انت جيت منين ورحت عملت ايه اللي تعرفه؟ انا اعرف ناس بقالها 20 سنه، بقالها الضعف عمر في المجال، اقسم بالله ما يعرف حاجه عن المجال. ما قالش الكلمه دي. المجال سر كبير. فهمته وانت عارف رايح فين، ما فهمتوش مع السلامه. وهم محتاجين محدش يفهمه عشان تبقى العجله دايره، فلوس شغاله. انت لو فهمته ما حدش هيعرف عنك حاجه. لكن هقول لك على ملخص الموضوع. هل المجال غلط؟ لا، انا من وجهه نظري مش غلط. هل المجال فيه عيب؟ لا، احنا اللي فينا عيب. هل المجال فيه حرمانيه؟ في حاجات فيها حرمانيه، والحلال باين والحرام باين. هل المجال لا يصلح لكل الناس؟ بالفعل لا يصلح لكل الناس، لان على حسب عقليتك وطريقه تفكيرك ونفسيتك انت هتقدر تتعامل معاه ولا مش هتتعامل معاه. بس دي كل النهايه. لكن مجال لا، انا دلوقتي لو قلت لي تشتغل، يعني اشتغل فيه، اقول لك روح اشتغل في التداول لو انت تصلح للتداول. لو مجال مش وحش. طب يعني ما تصلحش للتداول؟ يعني انت شخص كل الحاجات اللي التداول محتاجها منك تكون فيك كسمات هي مش موجوده فيك. بمعنى انا شخص بتداول، اول ما امسك الشرط وامسك اللاب او التليفون ايا كان، انا بتحول لبني ادم تاني. ده حقيقي. بمعنى انا مش انا اللي متحكم في نفسي، ولا انا اللي باخد القرار، ولا انا اللي بفكر، ولا انا اللي بنفذ، ولا اي حاجه. في بني ادم تاني. ليه؟ الموضوع دخل في المشاعر، فلوس. فدخل الموضوع في المشاعر، هي شهوة فلوس بقى. بالظبط. فانت النهارده بدأ عندك الغرائز، ادرينالين يعلى، الدنيا تبوظ. ففي ناس بتفكر. خلينا واقعيين، مفيش حد مثالي. مفيش حد مثلا جميل. بس في قانون. التداول بيلعب على الوتر بتاع الاغلبيه دايما في الوحش، في اللي مش ظابط نفسيته، اللي طماع، اللي خواف، الجشع. ده عند كل البني ادمين، صح؟ بص، اللي عمل المجال ده هو ما نزلش من السما. اكيد طبعا. فاللي عمل المجال ده هو ذكي واذكى مني ومنك. ده حقيقي. لازم يكون في نقطه ضعف، عشان نقطة الضعف دي أنا أقدر أستغلها فالناس تخسر عن طريقها. صح؟ العامل البشري. صح؟ أنا هتعامل مع مين؟ مع بني آدمين، ناس بشر. إيه أكتر حاجة بتأثر على البني آدم؟ نفسيته والطمع. ما هو الطمع سمة من سمات اللي في النفسية، أو غريزة من الغرائز. بس إيه أكتر حاجة بتأثر على البني آدم؟ نفسيته. هو دي اكتر حاجه بتسيطر عليه. انت لو مثلا شعرك بدا يقع، لو رحت للدكتور يقول لك نفسيه، زي التفكير اكتر حاجه تاثر على الشعر. هو خالص. لو عينيك مثلا بدات تتعب، هتروح للدكتور يقول لك بتسهر كتير، نفسيه. كل حاجه اساسا نفسيه. فاهمني؟ انت وانت بتضحك وانت بتزعلان هي نفسيه. فهو قال لك انا خلاص انا هركز على دي. فالبني ادم بطبعه طماع 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 فوق ما تتخيل. يعني عينه ما شاء الله مش مليانه. فهو دخل استسهل الموضوع. ايه، انا وانت قاعدين دلوقتي، قاعدين على ترابيزه اهو نتكلم. لو فتحت لك تليفون وعملت لك $100 عامله كام بالمصري؟ حوالي 4800. مين بيعملها في قعده؟ مش اكيد ناس مش كم موظف كم موظف ساعته ب 4800 ساعته؟ موظف في ناس شهورها ب 4800. الموضوع سهل. فخلاص انا خدني للباب ده ان هو سهل انا اعمل كده، سهله جدا. فهو ممكن يحالفك الحظ مره في 2 في 3 في 10، بس الحظ مش هيحالفك طول عمرك. ففي الاول وفي الاخر النجاح في الانضباط. مره كريستيانو رونالدو بيسالوه فبيقولوا له ناس كتير بتحبك يعني وعايزه انت مثل بالنسبه لها وعايزه تبقى زيك. قال لهم انا ممكن اقول لكم على السر اللي عمل كريستيانو رونالدو، بس هل الناس هتقدر تعمل بيه؟ انا فاكر. قال لهم ايه؟ الانضباط. حط تحت دي مليون خط. هو فعلا من اكتر الناس المنضبطه عالميا كرياضي. خش اي دوله او اي منظومه او اي اسره منضبطه، بص عليها عمرك ما تلاقي فاشله. مستحيل. مستحيل تلاقي عندهم ثغرات، مستحيل تلاقي الدنيا عندهم الساعه بتلف هم مش فاهمين الدنيا فين. الصين متقدمه ليه؟ الصين كاسحه العالم اقتصاديا دلوقتي، حرب اقتصاديه غير طبيعيه، واكيد الكل داري بيها. ووصلت لمرحله انها قدرت تسيطر على اسواق زي اسواق السيارات وتكسح العالم باسعارها وتركب صاروخ. ليه؟ انضباط. كم بني ادم
لا بس كم واحد كتير أوي. عايشين؟ يعني انت متخيل كميه البشر دي منضبطه؟ ما ده مستحيل. الصحيان خلينا بميعاد نتكلم بصراحه، مستحيل. والنوم بميعاد والشغل مستحيل مع بميعاد. الاغلبيه. الانضباط هو سر النجاح، مفيش حاجه تانية. فعشان انت تبقى كويس هنا وتعمل ده، التزم بقى خلاص، ودور في الحاجات اللي انت لازم تدور فيها، لان انت حطيت نفسك في مجال زي ده. انت خلاص قررت ان انت تشتغل في التداول، يبقى باب رزق تاني ليك اولا ايا كان، خلاص اسعى فيه، اتحف فيه شويه عشان تلاقي منه بس. بص، طب يعني احنا برضه عايزين نتكلم انت شايف المشاكل في السوق على ايه؟ على كل حاجه زي يعني الواحد يأمن نفسه ازاي في مجالنا. م. والله يبقى شغله منه ليه، يحاول على قد ما يقدر ان هو يتجنب اي حاجه متدخل فيها شخص تاني، حتى بعين الاعتبار انه لو هو مش هيغلط، بس افرض ان هو مش موجود بكره. طب موضوع الشركات والجهات الرقابيه، انت ايه رايك في الموضوع ده بالنسبه للميدل ايست؟ الميدل ايست عندنا م. مش كل الدول بتدي تراخيص للشركات. يعني مثلا لو جينا نتكلم على مصر ما فيش اي جهه رقابيه لمجالنا، وما فيش شركات مرخصه عندنا. في جنوب افريقيا وفي الاسكا بتاع الامارات. انا بتكلم على مصر. نيجي عند الامارات مثلا، في الاسكا مثلا بتاع الامارات، الاردن اعتقد بتدي ترخيصات، في كام دوله عربيه بتدي ترخيصات مفتوح عندها، بس مش كل الدول. تمام. الناس بقى اللي مش عارفه توصل لحاجه زي دي تعمل ايه؟ في مواقع موجوده على الميديا، مواقع مشهوره. المواقع دي بتقيم لك الشركات، بتبقى متعاونه هي مع جهات رقابيه، او زي هي وسيط في النص، فهي بتبقى مسؤوله عن ان هي تقيم لك الشركات دي. افتح بص عليها، قيم كل شركه، شوف الاراء بتاعت الناس عن الشركه، شوف السلبيات والايجابيات. غير كده انت لو دورت بقى، انت متداول فاهم، هتدور بقى وتخش على كل شركه تفصصها. زي ويكي فيكس مثلا زي ويكي فيكس. ايه رايك في ويكي فيكس؟ يعني ويكي فيكس من المواقع الكويسه، واعتقد اصلا احنا في الميدل ايست يعني دلوقتي معتمد، ما فيش غير ويكي فيكس عندنا اصلا، ما فيش حاجه تانية. انت شايف ايه اللي في ويكي فيكس يميز عن حاجات تانية؟ لو في منافسين مثلا. والله هو بص، اولا ما اعتقدش انه في منافسين، لان انا ما اعرفش منافسين تانيين. ولو في منافسين فهو موقع اقدم منهم، في تعاون ما بينه وبين كذا شركه، واخد يعني معتمد في اكتر من دوله عربيه واكتر من جهه رقابيه. واعتقد حاليا برضو مهتمين بالنقطه دي كويس عشان يحصروا الميدل ايست كله. فهو اولى الصراحه. والحاجه التانية، هو حاليا في الوقت الحالي هو بيسهل لي، انا هقعد اخش على كل شركه اقرا اللي كاتباه، ما كل شركه بتكتب بمزاجها، لكن انا على الاقل هخش في ويكي فيكس، هلاقي تقييمات، هلاقي ناس بتقول ده وحش ده كويس، واشوف بقى واقرر. انت شايف ان دي خطوه ممكن تتعمل في الاول دايما؟ لو انا رايح يعني رايح انا السيرش كله بتاع عن موضوع البروكر وازاي اعرف بروكر كويس من وحش، دي من الحاجات اللي هتساعدني ان انا افتح ويكي فيكس وادور في حاجه زي دي. برضو في حاجه كويسه عاملاها ويكي فيكس، موضوع اللايف سيشن، ان كل اسبوع او كل اسبوعين في الشهر كده بتعمل سيشن لبعض بعض الخبراء، بعض الناس اللي ليها خلفيه كويسه عن مجال التداول، فتقدر اصلا تستفاد من حته زي دي، وتقدر ان انت تتابع الحاجات دي وتاخد منها معلومات. مع السيرش بتاعك هتلاقي في الاخر ان انت عندك داتا كويسه تقدر تبدا بيها. بس فده حاجه كويسه ان هي اليومين دول، يعني اعتقد الفتره اللي فاتت ويكي فيكس ما كانتش تعمل كده، فالفتره دي يعني بدات تهتم بالنقطه دي، بدات يبقى السيرش بتاعها اقوى عن الشركات، بدات تحصر عدد شركات اكبر. فدي حاجه هتبقى كويسه ان شاء الله، يعني ان شاء الله نتمنى باذن الله. باذن الله يبقى بينا تعامل اكبر. ومبسوط ان انا شفتك النهارده. وانا كمان والله. وشكرا على الحلقه الجميله دي حبيبي، يومك جميل. انت